السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير نتوما وليداتكم يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كيكه الكنافه اللي دايره ضجه. قلت علاش لا ما نجربهاش ونشوفوا واش تستاهل هذيك القيمه اللي تعطات ليها او لا. بالنسبه للكيك ديالنا كنحتاجوا المقادير ديالها. عندي الكنافه هنايا 250 غرام ديال الكنافه، كنجيبوها كنحلوها بهذا الشكل هذا. كما كتعرفوا الكنافه كتكون هكا مجموعه، كنحاولوا نحلوها مزيان مع شويه ديال الزبده، تقريبا واحد 4 كاس ديال الزبده. كندوبوه مزيان حتى كيتحيد منه داك الحليب ما كيبقاش فيه نهائيا. صافي من بعد كنوزعوها على ديك الكنافه مزيان وكنحلوها حتى كتحلينا مزيان مزيان مزيان. ومن بعد كناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيك، كنسد فيه ديك الكنافه وكنحاول نضغط عليها بهذا الشكل هذا حتى كتشد راسها وكتولي بحال شي طاقطه. صافي كنردوها على جنب. كناخذوا المقادير ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كنكونوا خرجناهم من الثلاجه. ومن بعد كنضيفوا لذاك البيض قبيصه ديال الملحه باش كنقادوا بها الذوق. دائما الحلويات ديالنا نديروا فيهم واحد القبيصه ديال الحلوه. هنا عندي واحد شاصيه ديال الفاني، نص كاس ديال السكر سنيده حبيبات. كنخلطوا المقادير كامله مزيان حتى كتذوب ديك السكر ما كيبقاش نهائيا. مني كيذوب لينا داك السكر مزيان مزيان كنضيفوا ليه واحد الياغورت. اي ياغورت بغيتو ديروه تقدروا تستعملوا باي نكهه كتعجبكم. انا درت هاد النوعيه هذه كتجي لذيذه بزاف لي كيك. صافي كنخلط هذاك الياغورت مزيان مع البيض حتى يندمجوا مع بعضياتهم. من بعد كنضيفوا الزيت شويه بشويه. الزيت كندير بديك العلبه ديال الياغورت باش كنعبر الزيت. ومن بعد كنضيف كاس ديال العنبه ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو، غير كنمسحوه من الغبره وكنطحنوه مزيان مزيان حتى كيولي بودر. بالنسبه للكميه ديال اللوز اللي درت كاس ديال العنبه باش عبرته. صافي هنا كنخلط هذاك اللوز مزيان حتى يتحيد منه دوك التكتلات كامله اللي كتكون فيه. تعرفوا اللوز مني كيتطحن كيولي بحال معلك. صافي كنحاولوا كنحلو مزيان. من بعد كنضيف واحد 2 معالق ديال الكوك. بالنسبه للكوك اختياري، الا ما بغيتوش ما ديروش. انا درتو لان الكوك كيتواتى بزاف مع اللوز وكيهرس ديك النسمه ديال اللوز ما كتكونش قويه بزاف في الكيك. ضفت ليه دوك 2 معالق ديال الكوك وجاو رائعين بزاف. صافي كنضيف تقريبا واحد الكاس ما عامرش. الا جينا نعبرو كنلقاو فيه 80 غرام ديال الدقيق مع خماره ديال الحلوى او خماره بيكين باودر تقريبا 8 غرام. صافي كنخلطوا كلشي كندوزوهم في واحد الغربال ضروري باش كنحيدوا دوك التكتلات اللي كتكون فيهم. صافي كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كندخلوه في الخليط كامل وحنا كنحركو. نحاولوا ما نحركوهش بزاف وكنحركوه غير بشويه بشويه حتى كيدخل لينا الدقيق في الخليط مزيان ما كيبقاش باين لينا. كتجي هاد الكيك هكا على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. صافي غادي نجيب الكيك ديالي وغادي نخويها في المول اللي انا وجدته ديجا. ضروري توجدوه قبل ما تصايبوا الكيك ديالكم. كتكونوا موجدين هكا الكنافه. صافي كنخوي هذاك الكيك مزيان كنخويه كامل. ومن بعد كنقادو الوجه ديالو في المول. صافي كنقاد ليها الوجه ديالو هكايا. كنقاد هذاك الكيك مزيان ومن بعد كنزينوه بشويه ديال اللوز ايفيلي. صافي كنزينو هكا بهذا الشكل هذا حتى نكملو كامل. كنغطي ليه الوجه ديالو بداك اللوز. من بعد كندخلوها للفران. بالنسبه للفران كنكونوا مسخنينو على درجه حراره 180 درجه وكنشعلوا عليها غير من التحت حتى كتحمر حتى كطيب. ومن بعد كنشعلوا من الفوق وكتحمر كتجي على هذا الشكل هذا.
صافي من بعد ما كنخرجوها من الفران كنحاولوا نزينوها بشويه ديال العسل. بالنسبه للعسل ما نكتروش بزاف، كنديروا غير هكا خطيطات، كتكون الكيكه سخونه وحنا كنضيفوا ليها داك العسل من الجناب ديالها باش كتجينا ديك الكنافه حلوه واحد شويه. ما نكتروش العسل بزاف. صافي من بعد كنضيف شويه د العسل على الوجه ديال الكيك وكنخلطو هكا بواحد البانسو، وكنبقى ندهنو بواحد البانسو بهذا الشكل هذا حتى باش كتعطينا ديك اللمعه اللي كتكون في الكيك. صافي بالنسبه للعسل تقدروا تسخنوه واحد شويه باش يجيكم ساهل، لان دابا الجو بارد كتكون العسل هكا معلكه وكتكون قاصحه واحد شويه. حاولوا سخنوها وعادوا ديروها باش تجيكم سهله دغيا دوزوها على الكيك ديالكم. صافي من بعد ما كندوز عليها داك العسل كنقطعوا الكيك ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه بزاف، كتجي مقرمشه من الجناب ومن التحت وكتجي هشيشه ورطبه معلكه من الداخل، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وجربوا الكيكه حتى هي راه غادي تعجبكم. فرحوا بها روسكم وفرحوا بها وليداتكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالبارطاج ديالكم، خليوا لي شي تعليق زوين. مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.